انا عندي رأي كده هيجيب مشاكل كتير. عندي مشكلة مع اي حد على السوشيال ميديا سواء كان راجل او ست، دايما وهو بيتكلم عن العلاقات فبيبقى متحيز لطرف من الاطراف، سواء كانت ست هي دايما متحيزة لطرف الستات بس، او سواء كان راجل دايما متحيز لطرف الرجالة بس. انا دايما عندي مشكلة مع الاشخاص دول، مش مشكلة شخصية انما مشكلة علمية، وهشرح لك ليه. في ظاهرة موجودة على السوشيال ميديا اسمها الايكو تشامبر، يعني الفلترة الفقاعية. بمعنى ايه؟ بمعنى الى ان الاشخاص او الموضوعات اللي انا بميل الى ان انا اتابعها هي بتبدأ تظهر لي باستمرار، وبيبدأ الخوارزميات بتاعت السوشيال ميديا تبعد وما تجيبليش اي اراء او اي افكار تانية خالص. فلو انا كراجل بتابع شخص بيتكلم دايما عن الستات بطريقة مش كويسة، فدايما هيبدأ السوشيال ميديا تعرض لي كل الفيديوهات او كل الاحداث او كل المواقف اللي بتناهض الست او بترفضها او بتتكلم عنها بشكل مش كويس. فانا ابدا احس ان انا اتمليت بغضب كبير جدا ناحيه الستات. انت كست لو انت بتتابعي مثلا حد يتكلم دايما عن الرجاله بشكل وحش وغيرها من الامور، بيبدا برضو السوشيال ميديا بتاعتك تظهر لك كل بقى الاشخاص المؤثرين او اللي بيتكلموا على السوشيال ميديا اللي مش حابين الرجاله، وتبدا تعرض لك كل القصص والمواقف والحكايات اللي حصلت مثلا من رجاله ناحيه الستات بطريقه بشعه او وحشه. فانت تبداي تشوفي الحياه سودة، تبداي تكرهي الرجاله وغيرها من الامور دي. انت ما بتبقيش واخده بالك ان السوشيال ميديا بتبدا انها تستقطبك، تخليكي تشوفي جزء معين من الصوره انما ما تخليكيش تشوفي الصوره كامله. ده بيكون ليه تأثير على مشاعرنا احنا كأشخاص، لأن الامتلاء بالغضب ناحية طرف تاني من الأطراف ده مش صحي. أنا كراجل محتاج ست في حياتي، وانت كست محتاجة راجل في حياتك. فأنا لو كرهت الستات فأنا الإحساس أو الاحتياج اللي جوايا هيفضل غير مشبع، وانت لو كرهت الرجالة فانت هتفضلي حاسة ان الاحتياج اللي جواكي غير مشبع. زائد ان انت لما تتحطي في فرصة ان انت تعرفي على راجل او انت تتحطي في فرصة ان انت تتعرف على ست، يبدأ مخك كل اللي بيفكر فيه هو كل الأحداث والمواقف السيئة والريد فلاجز وكل المصايب اللي انت سمعتها عن الطرف دوت. فيبدأ لما الطرف دوت تصدر منه حاجة يبدأ مخك بقى ينور لك، يقول لك خد بالك، لا ازاي؟ فتبدأ ان انت يا تخاف اكتر يا اما تبعد وتطلع تجري وترفض الحكاية او العلاقة، وبعد كده تبعد فترة وبعد كده الاحتياج يلح عليك، او حتى المجتمع بقى، بابا ماما اهلنا صحابنا، ما احنا شايفينهم عايشين ومرتبطين الناس، فاحنا عايزين نكون جزء من الصورة الاجتماعية اللي موجودة. فابدأ اروح احاول ادي فرصة تانية لحد، ولكن اول ما اقعد افتكر كل الكوارث والمصايب. فخد بالك ان انت اللي عليك مسؤولية ان انت ما تتابعش اشخاص متحيزين لاي طرف من الاطراف، انما دايما حاول ان انت تسمع لناس متزنين، ناس بتحاول تقدم لك صورة كاملة، ناس بتحاول توصل لك كونتنت يخليك من ناحية تحافظ على نفسك ومن ناحية تفهم احتياجات الطرف الآخر وتفهم مشاعره وتعرف ازاي تتعامل معاه، تعرف امتى تصرح وتعبر عن مشاعرك، وتعرف امتى لا ان انت تفهم ان العلاقة دي مش مناسبة ليا فانت محتاج تنهيها بشياكة وتاخد بعضك وتمشي.